السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعينه به. النهاردة معانا طاجن البامية اللي باللحمة الضاني. زي ما حضراتكم شايفين المقادير قدام عينيكم اهي. اللحمة الضاني ونص كيلو بامية وليمونة، ومعانا الشوربة، ومعانا البصلة المفرومة، ومعانا كوبايتين صلصة طماطم متسبكة، ومعانا معلقتين صلصة طماطم معلبة، ومعانا البهارات والبابريكا والفلفل الاسود ومرقة الدجاج. زي ما انتوا شايفين معانا كده هنروح على البوتاجاز، هننزل على طول على الحلة بمعلقة سمنة ومعلقة زيت، بس انا هنا حاطة ليا عشان احنا هنعمل ايه الطبخة بتاعتنا باللحمة الضاني، فانا هنا بستخدم معاكم الليا. تمام كده. هنحمر البصلة بس كده نصفرها، مش هنحمرها قوي عشان احنا النهاردة البامية باللحمة الضاني. تمام كده، هتبقى طاجن فهنصفرها كده وعشان تديها طعم التسكيرة كده تبقى مسكرة. هنقلب البصلة كده لحد ما تتبل خالص وتصفر معانا شوية، وننزل عليها بقى بالبهارات بتاعتها ومرقة الدجاج ونقلبها. اهم حاجة البصلة ما تحمرش معاكي عشان ما تتحرقش وتعمل ريحة وحشة للبامية. اهم حاجة البصلة تكون صفرة زي ما انتوا شايفين كده معايا عشان تطلع البامية معاكم مسكرة وحلوة. هننزل عليها بمعلقتين الصلصة ونقلبها كويس، وننزل عليها بقى بشفشق الطماطم بتاعنا او كوبايتين الطماطم، تكون طماطم برضو متسبكة معانا، وتكون مطلعاها من الفريزر متسبكة مسبكاها بقالك فترة مفيش مشكلة. ننزل عليها كده بالطماطم المتسبكة، هي كده خلاص خدت التشويحة بتاعتها مع التوابل ومعلقتين الصلصة، وننزل عليها بقى بالطماطم بتاعتنا المتسبكة برضو. عايزة تنزلي عليها بطماطم فريش مفيش مشكلة برضو، بس هتاخد معاكي شوية تتسبك الاول وبعدين تنزلي بالبامية، لكن احنا كده هننزل على طول تاخد غلوتين وننزل بالبامية على طول. نزلنا كده بنص كيلو بامية. البامية بتاعتنا دي كبيرة، احنا المفروض البامية اصلا بنجيبها صغيرة بتاعة الطاجن، لان البامية ديت ما بتاخدش سوا خالص، لكن البامية الصغيرة بتقعد شوية. زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي، معانا طاجن البامية هيبقى زي العسل بإذن الله. بس امشي معايا بالتركات اللي بقولك عليها واعمليها معايا خطوة بخطوة. زي ما انت شايفة كده، انزلي بنص كوباية شوربة ضاني وتقلبي فيها، هي غلوة واحدة بس، وتنزلي عليها على الصينية بتاعت اللحمة على طول. هنديها عصرة ليمون، ونديها توم مبشورة او مفرومة، راس توم عشان تدي طعم ونكهة وريحة كويسة ليها. هننزل بقرن فلفل حامي، حبة تقطعيه قطعي، حبة تسيبيه سليم زينا كده سيبيه، احنا بنسيبه صحيح كده عشان خاطر بنبقى عايزينها شطة خفيفة. عايزاها شطة حراقة قوي بتقطعيه. معانا صينية اللحمة اهي، او طاجن لو عندك طاجن مفيش مشكلة، عايزاها في الصينية برضو مفيش مشكلة، الاتنين هينفعوا معانا وهيطلعوا احلى بامية معانا. انزلي بالبامية كده على اللحمة وخليها تشرب من صوص الصلصة بتاعنا زي ما انت شايفة كده. ننزل عليها ونخليها تشرب كده من صوص الصلصة، ونساوي كده الصينية كويس عشان ندخلها على الفرن. بنشربها كويس كده يا جماعة من الصلصة، اهم حاجة اللحمة دي تشرب من صوص الصلصة معانا. بتسويها كده وبتخليها ايه كله ايه يتجانس مع بعض. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، واذكروا الله كده، وامشي بالتركات اللي انا بقولك عليها وبالخطوات كلها عشان خاطر تطلع معاكي احلى طاجن بامية هتعمليه، وبأسهل طريقة. يعني ده طريقة سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت، ومش هنحط البامية نية هنقول مثلا البامية هتستوي واللحمة مش هتستوي، لا انا مسويالك كل حاجة يا دوبك هتحطيها على الفرن وهيبقى طعمها برضو جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده سوينا الصينية خالص وهناخدها ندخلها الفرن. مش هتاخد معاكي وقت في الفرن عشان هي البامية كده مستوية، يعني هتخش تاخد وش يا دوبك كده
تكون اتشربت كده تاخد وشك. هنا كده خلاص خلصناها، وهندخلها على الفرن على طول، تاخد معاكي وش كده ونطلعها على طول. هنعمل حبة رز ابيض مع بعض كده، هننزل بمعلقتين سمنة بلدي على حبة زيت عشان الزيت يديها لمعة شوية، وهننزل بكوباية رز واحدة. انا مش هعمل اكتر من كوباية لان احنا بناكل البامية بتاعتنا بالعيش، فانا هعمل هنا معاكم كوباية رز ابيض عشان اعرفك تعملي الرز الابيض بتاع الطاجن بتاع البامية بالطريقة الصح ازاي. احنا كده بننزل بكوباية الرز، وهننزل عليهم بمكعب مرقة دجاج عشان يديها طعم، وهننزل معانا بالشوربة بتاعتنا او المية السخنة اللي بتغلي من الكتل حسب ما انت تحبي. ما بتحبيش الشوربة اللحمة الضاني بتنزلي بمية مغلية من الكتل، بس هي اكلتنا كلها باللحمة الضاني، فهننزل عليها بشوربة بتغلي بتاعت اللحمة الضاني. نزلنا مكعب مرقة الدجاج وهننزل عليها يا حبيبة قلبي بالشوربة. اهم حاجة في الموضوع ده شوربة اللحمة الضاني للرز عشان تطلع نفس الطعم ويديكي طعم روعة في الاكل. هي بصراحة هتبقى لذيذة جدا، ألذ طاجن بامية ومعاه رز الابيض دوت بشوربة اللحمة الضاني. اللهم بارك، هتاكلي احلى اكلة. ولو عاملة عزومة هتشرفك، وكل اللي هياكل من اكلك هيشكر فيه. جربي معانا الطريقة واعمليها وهتستفادي كتير من الطريقة بتاعتنا. هننزل بقى كده شوح الرز على قد ما نقدر، الرز الابيض بالذات لازم يطلع مفلفل معانا، لازم نشوحه كتير. زي ما انت شايفة كده نزلنا بالشوربة اللي بتغلي، وهنقلبه كده ونسيبه ياخد غلوتين ونوطي عليه، والمية لسه مندية جواه. ما توطيش على الرز لما يتشرب خالص، بتسيبي المية تندي كده جواه وبعدين تقومي موطية عليه النار، هيفلفل معاكي ويبقى زي الفل ان شاء الله. خلاص خلصنا الرز كده. اعملي لنا اللايك والشير والمشاركة عشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. لو عايزين معانا اي وصفة جديدة اكتبوا لنا في التعليقات. كده خلاص خلصنا الرز وطلعنا البامية من الفرن. اللهم بارك اللهم بارك. بصوا كده على البامية نفسكم هتتفتح، وحبة الرز المفلفل اللهم بارك ما شاء الله زي العسل. هتاكلي احلى اكلة، بس اعملي بنفس الطريقة والوصفات والتركات بتاعتها. امشي معانا خطوة بخطوة واعملي كل حاجة انا قلتلك عليها، وما تنسيش عصرة الليمون على حلة البامية. وانتظروا مني فيديو جديد ان شاء الله، هعمل لكم فيه اكلات من المطاعم واكلات من البيت. الفيديو اللي انتوا حابين اعمله لكم ابعتولي في التعليقات. وما تنسوش يا جماعة لو عجبتكم الطريقة تعملوا لنا اللايك والشير والمتابعة علشان خاطر يوصل لكم منا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم احنا بنحب احنا اكتر حاجة بنحبها هي دعواتكم لينا. خلصنا الرز بتاعنا كده، نزلنا عليه بالشوربة، نسيبه ياخد غلوتين ونوطي عليه. يعني بتسيبيه يعني مندي كده شوية في المية بتاعته، يعني مش بتشربيه المية اوي، لا بتسيبيه شوية مندي، يعني ياخد غلوتين كده وتقومي موطيه النار خالص. واحلى رز تكليب الف هنا. خرجنا البامية بتاعتنا من الفرن، وزي ما انت شايفة كده يا جماله يا حلاوته، احلى بامية واحلى لحمة ضاني. يعني معانا طاجن البامية اللي باللحمة الضاني والرز الابيض المفلفل الجبار. الاتنين مع بعض ما اقولكيش على طعمهم مع بعض عامل ازاي. حابة تغمسي البامية بعيش مع اللحمة ما اقولكيش طعمها جميل. وانتظروني في فيديو جديد مع اكلة جديدة من المطاعم او اكلة بيتي اللي تحبوه. انا جايبه لكم الكاميرا كده على البامية عشان تشوفوها، واعمليها يا ست الكل وقوليلي على النتيجة بتاعتها في التعليقات.
انتظروني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.